السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى دايما تكونوا بصحة كويسة، ونكون احنا دايما عند حسن ظنكم. احب كل يوم اشكر الناس اللي بتدخل عندنا جديدة في القناة وبتدعمنا بمشاهداتها واشتراكاتها، واطلب منهم دايما ان اللي يتفرج على الفيديو هطلب منه طلب بسيط: يشترك لنا بس في القناة. النهارده بقى عندنا وصفات حلوة جدا وسهلة جدا، 3 وصفات اسهل من بعض واحلى من بعض، وصفات زي ما بيقولوا كده ايه، وصفات حرشة بالبلدي. طيب عبارة عن ايه الوصفات دي؟ الوصفات دي النهارده تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، يعني ممكن اعملها افطر بيها، احطها على سفرة الغدا، ممكن اتعشى بيها كمان. طيب وصفاتنا النهارده عبارة عن ايه؟ بطاطس، بتنجان، عجة، حاجات كده هنعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا. نصلي على رسولنا الكريم ونبدأ ونقول بسم الله. تعالوا نشوف وصفاتنا النهارده عاملة ازاي. مقاديرنا النهارده ايه؟ البطاطس بتاعتي مكوناتها بسيطة جدا، هي بطاطس متقطعة مكعبات عندي بالشكل ده، تمام؟ طيب بعمل لها خلطة كده حلوة جدا وبسيطة جدا. عبارة عن ايه؟ فلفل احمر او اخضر او الوان، بس يفضل هنا الفلفل الاحمر بتاعنا مش الالوان، والاخضر برضو بتاعنا مش الالوان عشان ما ينزلش معايا ميه. طيب بقطعه مكعبات صغيرة او بفرمه في الكبة فرم مش ناعم قوي، تمام؟ طيب معايا ايه؟ معايا ليمون، معايا ثوم مفروم، تمام، ومعايا ملح. البطاطس بتاعنا النهارده هنملحها بالملح بس، مش هنحط عليها اي توابل تانية. وفي اضافه صغيره قوي هنضيفها عليها اللي هو الشبت. الشبت هنا هيوديه البطاطس عندي في حته تانية خالص. طيب نعمل وصفاتنا ازاي؟ تعالوا معانا نخش على بوتاجازنا ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا اهوت الطاسه بتاعتي على النار بتسخن، فيها زيت غزير. هنزل بالبطاطس بتاعتي كلها مره واحده. طبعا البطاطس هنا على حسب الكميه، كل واحد بقى على حسب هيعمل قد ايه. تمام. والركن الثاني عندي هنا انا هعمل فيه الوصفه الثانيه اللي هي العجه. طيب العجه بتاعتي ديت المفروض بعملها بايه؟ عندي بصلتين كبار زي كده متقطعين مكعبات بقى ناعمه، مكعبات مفرومه ناعم، بس هنا افضل انها تبقى مكعبات رفيعه شويه او مش ناعمه قوي يعني. تمام. الطاسه بتاعتي عندي فيها ربع كوبايه من الزيت بالطريقه دي. وهنزل بالبصل بتاعي على طول. البصل هنا الغرض من ان انا احطه في الزيت ان انا هديله تشويحه بسيطه شويه، اللي هو يدبل، بس انا عايز البصل بتاعي يدبل. هي مكونات العجه بتاعتنا النهارده ايه؟ هي عباره عن بصل وبقدونس وبيض، والتوابل بتاعتها ملح، فلفل، كمون، بس مش اكتر من كده. البطاطس بتاعتي بتتحمر والبصل هنا عندي على النار. البصل بتاعي هنا هاخد بس اللون بتاعه، هوريكم اللون بتاعه عامل ازاي وارجع لكم تاني، خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما خلصت البصل بتاعنا. بس بعد ده كده شكل البصل بتاعي اهو بعد ما اتحمر، بعد ما اتخلص من على النار. انا مش بحمره، انا يا دوبك بس بخليه يدبل معايا، تمام؟ بعمل ايه بقى عندي هنا؟ بجيب بوله فاضيه احط فيها البقدونس بتاعي اللي هو الخضره. عندي هنا 3 ربط كبار من البقدونس، تمام؟ بروح حاططهم هنا كده، وبروح بعد كده نازل عليهم بالبصل بتاعي وهو سخن عشان الخضره بتاعتي او البقدونس بتاعي يدبل معايا. وهفضل اقلب فيه كده عشان الحاجات بتاعتي دي كلها تمتزج مع بعضها وتكون عندي تدبل بالماده الدهنيه بتاعتها، لان انا كده مش هضطر ان انا ازود ماده دهنيه تاني او زيت تاني. تمام. بركنها عندي بقى على جنب واشوف عندي البيض بتاعي. البيض عندي هنا اهوت عندي 10 بيضات. انا البايركس الطاجن بتاعي النهارده هياخد 10 بيضات، ممكن اقل ممكن ازيد على حسب انتوا هتعملوا قد ايه وهتعملوا في ايه. ماشي. العجه بتاعتنا قلنا انها البهارات بتاعتها مش كتير، هي ملح، فلفل، كمون، شطه، اللي حابب يعني انها تبقى سبايسي شويه. هحط بقى عندي هنا معلقه كبيره من الفلفل، معلقه كبيره من الكمون والملح، ومعلقه من الملح. يعني الكمون هنا عندي عليه ملح، فانا مش هزود الملح قوي فهقلله شويه، تمام؟ هاخد عندي هنا بقى كده الكميه دي كده، ادي الكمون، ملح، فلفل اسود، وادي الملح. هضرب بقى البيض بتاعي كله مع بعضه كده عشان التوابل بتاعتي تمتزج معاه.
طبعا احنا الوصفه دي في ناس كتيره ممكن تعملها بطرق مختلفه جدا. في ناس ممكن تحط معاها طماطم، في ناس ممكن تحط معاها بطاطس، فهي بتبقى على حسب الذوق. في ناس بتدخل معاها الثوم، انا الصراحه ما بحبش احط معاها ثوم خالص. تمام كده. ضربت عندي بقى البيض كله كده بالطريقه دي. شيل بس الحاجه. هاخد بقى عندي الخليط ده كله كده تاني واروح منزله على البيض بتاعي. طبعا البيض عندي متملح، مش محتاج احط ملح تاني. بالطريقه دي كده. واقلب بقى المكونات دي كلها كده ببعض، البيض مع البقدونس مع البصل. مش عايزه اقول لكم ريحه عامله ازاي وطعم بيبقى عامل ازاي. صراحه من احب الاكلات اللي انا بحبها، ومن اكتر الوصفات اللي انا بستسهلها وبحب اعملها على طول. وهو يعني الاكل ده يعني هو زي ما بيقولوا كده ايه، بيفتح النفس. البطاطس بتاعتي عندي على النار لسه ما اتحمرتش. هجيب عندي بقى البايركس بتاعي كده واصب الخليط ده كله فيه بالطريقه دي، وهدخله الفرن على درجه حراره 200، فرن اوسط في الرف اللي في النص. ما بفتحش شوايه، بولع عليه تحت بس، مش بفتحش فوق، بولع تحت بس. تمام. ندخلها الفرن ونرجع بعد كده نشوفها بعد ما طلعت عامله ازاي. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد طبعا ما دخلت الصينيه بتاعتي او العجه بتاعتي الفرن. ادي شكل البطاطس بتاعتي خلاص خلصت اتحمرت. تمام. هطلع بيها كده عندي في طبق، وفي نفس الزيت اللي انا قليت فيه البطاطس هنزل فيه بقى بالوصفه الثانيه بتاعتنا اللي هو البتنجان. البتنجان عندي هنا اهوت، البتنجان العادي بتاعنا انا قطعته مكعبات زي البطاطس بالظبط. زي ما قطعت البطاطس قطعت البتنجان نفس التقطيعه، مكعبات برده صغيره مش كبيره. هنزل فيه عندي بالزيت. تمام. تعالوا نشوف بقى هنتبل البطاطس بتاعتنا ازاي. ادي البطاطس بتاعتي بعد ما طلعت. تمام. في بوله عندي هجيب فلفل، معلقتين كده مثلا من الفلفل الكبار، ومعاهم معلقه صغيره ثوم مفروم، ومعاهم 3 معالق كبار من الليمون، من عصير الليمون. تمام. معاهم معلقه واحده من الخل. الملح بتاعي طبعا انا هحط هنا اهوت يعني ربع معلقه او نص معلقه من الملح. اقلب المكونات بتاعتي كلها كده مع بعض. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. تمام. بعد كده بقى اروح نازل عندي هنا بالشبت. الشبت ده هيوديه البطاطس زي ما قلنا في حته ثانيه خالص، طعم ولون وريحه. تمام. هنزل هنا عندي كده بشويه من الشبت، مش كتير عشان في ناس يعني بتنزعج من طعم الشبت قوي، فاحنا مش هنكتر. وبعد كده هروح نازل عندي بالبطاطس بتاعتي هنا واقلب وهي سخنه. هقلب البطاطس بتاعتي وهي سخنه بالطريقه دي. مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي، حاجه كده يعني ولا في الخيال. شاربه بقى من الليمون، من الشبت، من الفلفل، من الثوم، من كل حاجه كل حاجه. هجيب طبق كده عندي واقدمها بالطريقه دي. عايز اقول لكم بقى يعني هتجربوا ان شاء الله البطاطس دي وهتدعوا لي بجد. هنزل هنا كده عليها بشويه من الشبت بصوت. احنا قلنا مش هنكتر عشان الناس مش تنزعج، وهيبقى عندي احلى طبق بطاطس زي ما بيقولوا كده محول، بطريقه سهله جدا بسيطه جدا وحلوه جدا. هرجع بقى نشوف باقي حاجاتنا على النار. اول ما البتنجان يطلع ارجع لكم ونشوف هنعمله ازاي. خليكم معايا. ورجعنا لكم طبعا يا جماعه بعد ما البتنجان بتاعنا خلاص اتقلى واتحمر. تمام. طلع عندي بقى البتنجان بالشكل ده كده
شايفين هو ده اللون اللي احنا عايزينه من البتنجان، اللون الذهبي الجميل ده. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف معانا التتبيله بتاعته برده هتبقى عامله ازاي. زي ما عملت في البطاطس هعمل بالظبط في البتنجان، بس باختلاف حاجات بسيطه. يعني انا هنا عندي مش هحط في البتنجان طبعا شبت، لكن انا في البطاطس حطيت شبت، لكن باقي الحاجات بتبقى كلها زي ما هي. عندي برده فلفل نفس الكلام، معلقتين كبار من الفلفل، عصير ليمون، وهنا هزود شويه العصير الليمون لان البتنجان بتاعنا بيحب شويه ليمون، يعني مثلا ربع كوبايه عصير ليمون. تمام. وعندي كمان هنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، طبعا الناس اللي بتشتكي من القولون تقلل شويه من الثوم يعني. وعندي برده هنا معلقتين كبار من الخل، ادي واحده ادي الثانيه. ماشي. التوابل بتاعتي هنا ايه؟ ملح فقط لا غير، مش هحط غير ملح. هحط عندي هنا كده معلقه صغيره من الملح، وطبعا على حسب لو احتاجنا تاني هنزود. وهروح نازل عندي بالبتنجان بتاعي وهو سخن برضه زي البطاطس بالظبط، وهقلب. ليه بنزل بالبتنجان او البطاطس وهي سخنه؟ عشان تشرب من الليمون والخل والتوابل اللي احنا حاطينها، او يعني هو مفيش توابل كتير غير الملح، بس هتشرب من من الليمون ومن الخل، ويبقى عندي كده ليه نكهه حلوه. هنزل بقى كده عندي بالبتنجان بعد ما حطيت عليه كل حاجه. هنا البتنجان بقى عندي مش محتاج لا احط عليه حاجه من فوق، ولا احط بقدونس ولا اي حاجه، هي اصلا الوانه بتتكلم عنه. البتنجان اسمر والفلفل احمر واخضر، فيعني مدي عندي حاجه فظيعه. كده بيبقى شكل البتنجان بتاعنا. ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. هفصل بقى معاكم لحد ما الطاجن بتاعنا يطلع من الفرن وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما طلعت صينيه العجه بتاعتي من الفرن. قطعتها طبعا بالطريقه دي. انا بقطعتها مربعات، قطعتها كده وكده، يعني خط طولي وخط عرض. تمام. طلعتها عندي بالمنظر ده. تمام. عشان بس في ناس دايما لما بيجوا يعملوها يا اما بتهبط منهم او بتبقى سايله، يعني سايبه، فبيضطروا يحطوا عليها دقيق او بيكنج باودر. انا مش مع خالص ان احنا نحط الحاجات دي. لو عملتوها بنفس الطريقه دي هتطلع معاكم بنفس الشكل ده، متماسكه، مستويه جدا، يعني مستويه جدا من فوق، مستويه جدا من تحت. انا ما ولعتش عندي شوايه، انا شغلت عليها بس شغلت عليها بس الفرن من تحت، وهي استوت لوحدها. ولعت كمان المروحه وبس كده. ادي ده شكلها اهو. تمام. من تحت مستويه جدا، من فوق مستويه، من جوه مستويه، طعمها فظيع جدا. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها وتعجبكم. وده كده بيبقى الشكل النهائي بتاعها، شكل العجه بتاعتي اهو. تمام. وادي عندنا البطاطس اللي احنا عملناها. اتمنى برضو ان انتوا تجربوها وبرضو هتعجبكم جدا ان شاء الله، وانا واثق من كلامي ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. وادي البتنجان بتاعي، احلى بتنجان بقى باحلى دقه ممكن تاكلوه في حياتكم. ان شاء الله برضو تجربوه ويعجبكم. وبكده يبقى النهارده الفيديو بتاعنا خلص. ويا رب كده دايما تكون فيديوهاتنا خفيفه على قلوبكم، ودايما تشرفونا وتدعمونا بالاشتراك في القناه. واتمنى دايما يا رب نكون عند حسن ظنكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.